يا مساء الهنا من مطبخ هنا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل مشاكل الكبده بالرده اللي بتقف قدامكم هنعالجها في الفيديو ده. ويلا بينا نبدا ونعمل احلى كبده برده. هتاكليها بمكرونه انا معاكي فيها، هتاكليها بعيش بلدي انا معاكي فيها، هتاكليها بفينو انا معاكي فيها، اي حاجه. ويلا بينا هنبدا الوصفه الخطيره دي. انا ساعات بقطعها زي السمبوكسه كده او زي السمبوسه عشان خاطر اعملها سندوتشات، وساعات اسيبها شرايح زي ما هي. اول حاجه معايا ميه بصل، هنزل عليها فلفل اسمر، هنزل عليها بنص معلقه كزبره، نص معلقه كمون، نص معلقه توم باودر، بصل باودر، ورشه جوز الطيب. ده كله معلقه صغيره، نص معلقه صغيره. وهقلب الكلام ده كله مع بعض، وهنزل شرايح الكبده. انا حاطه عليها شويه لبن وسبتها تتصفى خالص، وبعد كده نزلت بيها هنا. هسيبها شويه حوالي نص ساعه ولا ساعه في التتبيله، تمام، في التلاجة. وهبدا في التتبيله التانية عباره عن عن 3 كوبايات رده، عليهم كوبايه دقيق، ونفس التوابل اللي حطيتها هنا. وهنزل كده زي ما انتم شايفين. هبدا، انتوا عارفين الحركه بتاعتي الشهيره اللي انا مش هوسخ الدنيا حواليا، بس هنزل عليها زي ما هكبسها كده. ليه؟ عشان التوبينج يلزق فيها. وبعد ما اخلص التوبينج احطها في التلاجة لمدة نص ساعة عشان التوبينج يمسك فيها كويس جدا، تمام. وهبدأ زيت سخن على نار، وهنزل بشرايح الكبدة بتاعتي. انا عاملاها كده ليه انا الشرايح دي؟ عشان خاطر بعملها سندوتشات، ما افضلش اقطع كل شوية، وسايبة منها اللي هي العريض زي ما هو. بص بقى، شايفين التوبينج لازق فيها ازاي؟ شايفين بص عامل ازاي؟ الزيت رايق، الدنيا جميلة. جربي الطريقة، بسيطة جدا، سهلة جدا. كبدة بالردة مشهورة قوي. ويلا بينا، شايفين ولا غلطة، بيرفكت. بص بقى الطحينة بتاعتنا اللذيذة. ولو وصلت لغاية هنا ما تنسيش اللايك والشير والمتابعة، وتقولي تسلم ايدك يا هنا، وتجربي الطريقة وتبعتيها لي.